السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة بقى هنعمل فطار كشري مع بعض. خلاص زهقنا من الطبيخ والسمك والفراخ واللحمة، فالولاد بقى نفسهم ياكلوا كشري يا جماعة. بقالهم يومين عمالين يتحايلوا على يا ماما عايزين كشري، يا ماما عايزين كشري. انا اقول لهم يا ولاد في حد ياكل كشري في الصيام؟ يقولوا لا احنا عايزين كشري. فما حبيتش ازعلهم. ده العدس بتاعي انا غسلاه ونقعاه في ميه اهي زي ما انتم شايفين يا بنات. تمام. ودي المكرونه بتاعتي بقى. انا هستعمل 3 انواع من المكرونه، اللي هي سباكيتي واللي هي الخواتم واللي هي المعوج. تمام. وده البصل بتاعي بقى اللي هنبدأ بيه الحلقة بتاعتنا النهاردة. تمام. وده الرز بتاعي زي ما انتم شايفين كده. ودي بصلايه بقى ايه، لسه اقطعها كده مع الفلفل والثوم وايه، واحطها على الايه، على العدس بتاعي وهو بيستوي. تمام. هنا البصل بتاعتي او بتاعي انا قطعته كده زي ما انتم شايفين حلقات كده بنات، عشان هحمره. طبعا هنبدأ بيه الاول. تمام. وهرش عليه شويه من الخل، بيدوله طعم حلو قوي. بس بعد كده هي انا هنقله في مصفى عشان لو في اي حاجه ايه تتصفى، ما يبقاش فيه ميه. تمام. وبعد كده هرش عليه رشه ملح خفيفه كده. ولما اجي احمره بقى ايه، هحطه في الدقيق كأني ايه بحمر سمك بالظبط. تمام يا بنات. انا الاول هسيبه شويه في الخل يشرب من التتبيله. اسيبه شويه في الخل بتاعه والملح. وبعد كده ايه هنبقى نحمره مع بعض، وهنبدأ بيه ايه الاول. تمام. ودي بقى المكونات بتاعتي، ما بقيش الا الصلصه بتاعتي. بس الصلصه انا عاملاها من ايه، وكنت حاطاها في الفريزر، فهي ايه جامده شويه. استنيها لما تفك وايه، وهنبدا بقى ايه حلقتنا. ويلا استنوني. هنا خلاص البصل بتاعي بعد ما صفى الميه اللي فيه كنت حاطاه انا في الخل شويه من الخل وشويه من الملح. وبعد كده ايه ضفت عليه الدقيق ونطرته كده كويس من الدقيق اللي فيه زياده وزيت غزير بقى وعلى النار. وايديك طبعا ايه ما تسهاش عليه خالص خالص خالص، عشان ما يتحرقش منك. هتفضل واحده مثلا لسه بيضه واحده تتحمر، لا تقليب باستمرار عشان ايه البصله تفضل لونها ذهبي كده ومقرمشه وحلو. وضفت عليه كمان معلقه من النشا، ده دقيق زياده اللي زاد مني. ضفت عليه معلقه من النشا بتخليه ايه لونه الحلو ده ومقرمش وحلو معاكم وجميل. تمام يا بنات زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده ايه دي الصلصه بتاعتي اللي هي التسبيكه بتاعتي اللي هي الصلصه بتاعت الطماطم. انا كنت مخزناها في الفريزر وطلعتها، حطيت عليها شويه من الخل وسبتها على نار هاديه لحد ما تفك خالص. ده بقى الايه التوم، معلقه من الكمون صغيره، معلقه من الشطه الحراقه، نص معلقه من الكزبره، وشويه من الملح. دي اللي هي الدقه بتاعت الكشري. تمام. وهنا ضفت الخل بتاعي وحطيت عليه شويه من الميه لان الخل بتاعه مركز جدا. والثوم والكزبره والشطه والكمون والملح كل معلقه نص نص نص، الملح معلقه. وضفتهم كلهم على بعض. عايزه اقول لكم ان التتبيله دي ريحتها جامده جامده جامده. ريحتها يا جماعه تجوع، تتشرب من كتر ما ريحتها جميله جميله جميله. وخلاص الطماطم بتاعتي اللي هي خلاص الصلصه اتسبكت، شايفين لونها جميل ازاي. والبصل بتاعي خلاص كان دخل في السوا يا بنات، شايفين لونه جميل برضه اهوت. وخلاص كده انا خلاص ركنته على جنب. انا عملت حمرت البصل الاول لان الزيت ده انا هستخدمه بعد كده في الايه في بقيه الاكل. بالمصفى بتاعتك بقى وتصفي كده وايه وتعملي الاكل بتاعك اللي هو الايه واحده واحده بقى. هنا انا هعمل الشعريه واركنها على جنب. تمام. هنا خلاص الشعريه بتاعتي انا عايزه احمرها، يعني اغمقها سيكه. الشعريه بتاعت الكشري بتتحمر، بتغمق شويه. تمام. بتغمق عن العادي شويه عن اللي هي بتبقى بالرز. تمام. ده بقى الميكس. عايزه اقول لكم الميكس ده خطير بقى. فصين من الثوم مهروسين كده مع بصلايه متقطعه مع قرن فلفل سبايسي وشويه من الملح وشويه من الكمون، وقلبوهم على بعض. وحطي العدس بتاعك فيهم وقلبوهم تشويحه مع بعض. عايزه اقول لك بتبقى الريحه تجنن تجنن تجنن. ميكس البصل مع الثوم يا بنات بيخلي الريحه جميله، وشويه من الكمون كده وتشويحه. وبعد كده انزلي بقى بالميه المغليه بتاعتك. وبعد كده هنزل بالشعريه اللي انا ركناها محمراها وركناها على جنب. والرز انا غسلته برضو وركنته على جنب الصفه لحد ما الميه خلاص الميه هتغلي. بصي يا بنات خلاص كده الميه بتاعتي هي غلت. نزلنا الشعريه المتحمره. يعني انا قصدي ان انا احمر الشعريه ايه سنه زياده. تمام. لان الشعريه بتاعت الكشري بتبقى متحمره غامقه شويه غير اللي هو العادي يعني. شايفين يا بنات لونه حلو قوي 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 ازاي. وبعد كده هنزل بالرز بتاعي بقى واسيبه لما يتشرب خالص واوطي عليه النار ومش هقلب ولا اي حاجه. انا عاده لما بحط الرز ما بقلبش، انا بسيبه كده وخلاص. تمام. تقليبه في الاول كده مع بعضه لحد ما تشرب الميه بتاعته وخلاص على كده وكلي احلى كشري. تمام. كده احنا كده خلاص خلصنا من العدس والرز بقى. دي بقى المكرونه بتاعتي وخلاص كده الاكل بتاعي خلاص خلص. شايفين الرز والعدس. وده بقى التتبيله. عايزه اقول لكم ان التتبيله كانت خطيره خطيره خطيره.
وده البصل كان مقرمش وجميل جدا جدا. شايفين لونه حلو ازاي؟ لونه كان يا جماعه، انا عايزه اقول لكم الولاد كانوا بياكلوه بيتخطفوا كده ما ياكلوه من ورايا والله العظيم. والطماطم خلاص اللي هي الصلصه بتاعت المكرونه خلاص بقت زي الفل ولونها جميل برضو. وده طبق انا كنت مجهزاه لاولادي لانهم ما كانوش صابرين خالص. شايفين لونه حلو ازاي؟ تشتري بكام الطبق ده من بره؟ ايه رايكم بقى في الكشري بتاعي؟ ولو عجبك الفيديو ما تبخليش عليا بلايك وكومنت. وكل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم. وكان الكشري طعمه جميل. يلا باي باي، اشوفكم في فيديو جديد. كل سنه وانتم طيبين.